صباح الخير يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا قلت النهارده بقى نعمل الاوضه بتاعتي بتاع النوم، بوريها لكم اهوت على طبيعتها، ما نعكشها زي ما هي مشلت ولا عملت فيها حاجه لسه. اهو بعمل فيها اهوت اللي بوريها لكم اهوت قبل ما اعمل فيها اي حاجه. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو، بوريكم الفرش على طبيعتها هي زي ما هي، لا ستيفت ولا عملت فيها اي حاجه، لا السرير ده ولا ده، كل حاجه زي ما هي. هي بشاير ما لسه بقى هشتل بقى البطاطين انفضها زي ما انتوا شايفين اهو. وقلت بقى اما ستف بقى اوضه النوم النهارده كده وابو ملك معايا قبل ما يسافر ويروح شغله، واعملها بقى النهارده نظافه كده الجدعانه كده، اقوم انضفه بقى وكو كده معاني، اللي لها شقه تنضفها واللي لها بيت تنضفه، عشان ده لسه يومين عن رمضان بقى، كل سنه وانتوا طيبين، عشان تفضوا بقى اللي يفضل الصالح ويعمل لقمته وكده. وده الدولاب اهوت برضو مسحت اهوت وبوريهولكوا برضه اهو. ده الدولاب بتاعي، دي اوضة العواجيز بقى اهي، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهي. هنفض بقى السراير اهو تحوش البطاطين، وهعملها بقى معاكم النهارده كده قلت انضفها النهارده عشان ما في رمضان بقى نفضى بقى للصلاة ولقمتنا كده على قدنا اهو. دخلت اهو تعملها، انضف بقى انفض البطاطين واشيلها عشان تحط بقى في الشمس. بشتري بطانية كده سلم تقال، اعملهم بقى على قد كده اهو. ده التانية اهي، لان الجو هنا برد، بيتنا بحري الجو بارد وما اعرفش اتغطى ببطانية واحدة للمفرش برضه اهو، الدفاية اللي فوق الملاية انفضه كده والمه برضه وغير الفرش كلها كده واحطها فرشة نضيف، ملايتها تبقى نضيفة واغيرها كده واوضبها، والرؤوس المخدات وكله اشتلها واعملها اهو معاكم اهو. وهشتغل برضو المفرش اهو بدفاية من على الملاية، واقوم جاية لما اهو واحط طقم تاني غيره اهو. بعمل معاكم ولازم بنفق كده واعمل، انا مبطلش يعني، بس انا قلت اغير بقى الفرشة بقى علشان على العيد وانتوا طيبين بقى برجع اغير تاني اهو. والمراتب اهيت، ومسحت بتاع الأوضة كلها بالزعافة، ومسحت قبل ما اعمل اي حاجة عشان ما اشيلش واعفر المراتب، مسحت السرير وكله وده السرير التانية، وده البطانية بقى بتاع ابو احمد اهو. لازم استلم وفرشة نضيفة وكل حاجة نضيفة والله، بس لازم بقى اغير بقى الفرش كده المخدات وكله اركب طقم تاني. انا عندي الملايات والحمد لله يعني، والدفايات بتاع السرير وكله بغير القمع على طول لازم انفضهم واعملهم استفهم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب. جدعان كده قوموا برضو كده وشجعوا كده واعملوا عشان تبقوا فاضيين بقى للصلاة كده ولقمتكم وحالكم. رمضان بقى اشغاله كتير، من نسبة الاكل تعملي حاجة حلوة، تعملي دي تعملي دي اهو. لازم انفض بقى دي المرتبة التانية، دي سرير ابو احمد بقى اللي صغير ودي برضو خلصت، وبكنس بقى اللي السجادة الصغيرة بقى اللي في الطرقة كده بين السراير اكنسها اهوت عشان ما فيش فيها اي حاجة، بس لازم انضفها. ودي المكتة برضه اللي في الطرقة الكبير اللي قدام الدولاب زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. جدعان كده قوموا كده ونضفوا حاجتكم كده عشان تبقوا فاضيين كده للقمتكم وصلاكم وحالكم، واللي تقرا في مصحف ولا كده. رمضان بيحب الصلاة وبيحب الحاجات دي وابو احمد وابو ملك اهو قال لي لازم هننضف بعد الكنيس كده، لازم يمسح برضه وطوق كده بعد ما كنسنا وخلصنا عشان الكنيس يكون عفر الدولاب عفر حاجة اهو. لازم قال نمسحه ونضفه وراك ووضبه اهو. الله يسترها معاكم ومعاه يا رب
يا رب تسترها معاك يا ابو مالك، انت واللي زيك يا ابني يا رب. بيعمل اهوت يمسح الدولاب ووضبها. وانا دخلت بقى ايه، بجيب الملايات اللي هغيرها والدفايات اللي هي المفارش اهي. عندي يعني غيارين 3 كده قبل بعض برضه، مش يعني اغسل واحط اهو. الدولاب اهوت قدامكم اهو، الملايات وكل حاجة. هفرش بقى السراير ايه، انفضهم كده تاني وافرشهم برضه اهوت ايه الملايات تاني طقم تاني اهو. انا ما بحبش يعني الحاجة تتلحوس وتغمس كده، اعملها اهو. وابو ملك بقى يطلع على السرير اللي انا ما بنهضش اطلع فوق كده، يطلع بقى يظبطها لي من ورا الكاميرا كده معلش. ظبطها هي، الله يصلح حالها ويسترها معاه. هيحط المفرش برضو. ده طقم غير الطقم اهو، لازم بغيره كده عشان ايه، تبقى الحاجة نضيفة كده والفرشة نضيف والأوضة تبقى حلوة كده. وابو ملك هيظبطها لي، لان انا ما بنهارش اطلع استف جوه كده على فرح الحيط. انا هعمل من هنا وهو يعملها لي من ورا الكاميرا بقى كده. الله يستر، الله يبارك له يا رب اهو. ظبطهم لي اهوت، لان انا ما بنهارش اطلع السرير من فوق كده. سرير عالية من بتوع زمان، نقلت على السرير التانية، ودي السرير التاني اه. بعمله برضه اهوت، انفرش الملاية واستفه وكل حاجة تلاقيها نضيف، مش بغير يعني وحشين ولا حاجة ابو ملك ظبطها لي اهي. وهحط برضه المفرش الدفاية. انا بحب الصيف شتا لازم اعمل كده، دفايات الصيف ودفايات شتوي بعملها هي تبقى ايه كل حاجة زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اهو، خلصت الأوضة اهو تستيف، والجوز السراير اهو. ابو ملك هيظبط لي السرير التاني اهو. خلصت كل حاجة اهوت بقى. الله يصلح حاله ويسترها معايا يا رب في طريقه، وربنا يسعد كل واحدة يا رب نفسها في الجواز كده، ويسعدها ربنا باللي يريح بالها ويصلح حالهم يا رب، واسترها مع كل مسلم، واسترها معاك يا ابني. السراير زي ما انتوا شايفين كده اهو. جوز السراير خلص الاتنين اهو، اتستفت والأوضة بقت عسلة. الاتنين جوز السراير قبل بعض اهو، كل حاجة قدامكم. الله يصلح حالكم ويسترها معاكم، واللي نفسها في الخلف ربنا يجوز عليها بالخلف الصالح يا رب، ويجيلها توأم يا رب. ده شهر مفترج جاي علينا وعلى المسلمين يا رب، ويصلح حال اللي نفسها في الجواز تتجوز، ويسعدها ربنا، ويسعدك يا حاج ام مهدي، ويصلح حالك وخليهم لك، واسترها معاك ومع اولادك يا رب، واسترها مع كل الناس، ويحبب فيكم خلقه يا رب، انتوا وابن ولاد المسلمين يا رب. ويصلح حالكم ويعوض على النفسها في خلف يا رب، ربنا يسعدها كده ويردها ربنا ويعوض عليه. انا خلصت اهو، وجيت على البلكونه بقى. البلكونه قد قطن بر اهي، امسكها برضو ايه، انضف الكنبه عليها بره مكسيه وده الفرن بقى بتاع الغاز ملوش حته جوه، حطها في البلكونه اهو. الفرن والكل من عليه بتاع المي بملاه بقى ايه للي يشرب كده وعليه كوبايه ده الفرن، وده الكنبه فرحه زي ما انتوا شايفين كده. والبلكونه كبيره قد اوضتين، وسع الدنيا حلوه جميله، اللي طول الصيفيه بنقعد فيها وكل حاجه فيه شوف وسع البلكونه بتاعتنا قد اوضتين والله والبيت مدهون بالزيت وزي العسل، ما ناقصلوش بس للبلاط ودي سجاده كده فرشاها ايه قدام الباب بتاع البيت زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هذا البلكونه ودي الكنبه اهي، كل حاجه اهي. جينا بقى نشتري الفرن، طبليتين، طبلية كبيرة للمشلتت وطبلية صغيرة برضو كده للأكل كده على قدنا. وده كل من اهو
لازم بغسله واملاه كل يوم كده وابقى نضيف. وده الفرن بتاعي برضو فرن غاز كبير وملوش حتة جوه في البيت، حطها برا في البلكون اهو. ابو ملك هنشتغلوا معايا، وده الطبلة الصغيرة اهي. هنشتغل بقى الفرن وننقله بقى كده ونكنس البلكونة كده وننضفها اهو. الله يصلح حالك يا ابو مالك واسترها معاك في طريقك انت وكل المسلمين يا ابني. اه نضفها بقى كده ووضبها. ابو مالك اهو هيعمل معاي. اه الله يصلح حاله، بيساعدنا شوية قبل ما يروح شغله وبنعمل معايا بقى على قد كده. اه الله يسترها معاك يا ابني انت والسامعين يا رب. اه واكنس بقى البلكونة كده ونضفها. عشان برضو نظبط الحتة كده تبقى برا نضيفها، برضو رجالنا ضيف ولا حاجة بيحب يقعد في البلكونة على الكنب. الكنبة محطوطة مكسية برضه، 2 في الدهليز وواحدة في البلكونة كده. انا بندخل الكنب بس ايه في الشتاء، لان الشتاء بيبقى يبلهم كده. ودي السجادة هي برضو اللي حطها قدام الباب بقى في دخلتك الصالة، فرشها برضو كده سجادة حلوة كده قدام الباب. اه زي ما انتوا شايفين كده، والله ما ببطل تنظيف اهو. مش يعني عشان جاية رمضان ولا حاجة، لا بعمل كل حاجة زي ما انتوا شايفينها كده اهي. شوف بقى وسع ايه البلكونة. خلصت بقى كنسة وخلصت، يعني عفار بس كده من الشارع اهي. كمان قدام البيت غيت وكده بكنس بقى وانضف كده والمها كومة كده واحدة، المها كده واقوم شايلاها اهي. البلكونة برضو نضيفة وواسعة وكل حاجة اهي. لمتهم اهو بقى وهلمهم ارميهم وعشان الحتة تبقى نضيفة. شوف البلكونة بقى زي الفل مدهونة بالزيت وزي العسل اهي. الكنبة هيت وكل حاجة نضيفة هيت زي ما انتوا شايفين كده. الله يصلح حالكم يا رب ويعوض على اللي نفسها في الخلف يرضاها ربنا. وده الفرن هنا نقلناه تاني مطرحه، ونحط الكلمة برضه والطبلية مطرحها، يبقى الحتة كلها كده نضيفة اهي. الله يصلح حالك يا ابو مالك ويكفيك شر المرض ويسترها معاك ربنا يا رب، ولك وولاد المسلمين. اللي ما بنهتش اعمله بيساعدني فيه اهو. كل ما انا املاه واحط عليه كوبايه للي يشرب كده، اي حد يجيب ولادنا ولا اي ضيف يجي بيحب يشرب كده اهو. وده الكنبه هيت اللي في البلكونه وكل حاجه نفضتها اهي، وهي بطلش فيها تنفيذ لان احنا بنقعد عليها على طول زي الفل اهو. نفضتها وخلصتها. الله يصلح حالكم يا رب واسترها معاكم ومع ولادنا. وده خلصت بقى شغل وعملت الفطار. هذا الفول وهذا الطعمية وهذا الخيار وهذا بطبق بتاع كبدة وكل حاجة، والعيش وكبدة وطعمية وجبنة بيضة وخيار وجبنة حادقة وكل حاجة، والعيش اهوت والصحن برضو كبدة مقلية وكل حاجة. والطعمية هي انا بحب اجيبها واقلها عندي في البيت، اجيبها واعملها. ودي جبنة بيضة برضو، وده العيش بتاعنا اللي بنشتري من الفرنيني كل حاجة هيت. ودي الكبدة اهي حلوة. ودي الجبن جبنة من المش بتاعتنا احنا فلحناه بفلفل احمر وحلوة. وده فول مدمس برضو اهو. كل حاجة هي زي الفول. تعالوا بقى اتفضلوا افطروا معانا. باي باي.